حبايبي الحلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة وصفة تحفة بجد، حاجة كده فلافي طعمة، مش قادرة اوصفها لكم بجد. وصفتنا مرت على اجيال كتير جدا، واحنا صغيرين رايحين فين؟ رايحين السوبر ماركت نشتري نايتي. فقررنا النهاردة نعمل النايتي في البيت وبأقل المقادير وبطريقة سهلة وسريعة عشان ولادنا كمان ياخدوه معاهم في المدرسة. فيلا بينا نشوف وصفتنا الجميلة دي عملناها ازاي. اول حاجة في بولة هننزل ببيضة يكون حجمها كبير شوية، ننزل عليها بنص معلقة فانيليا، بعد كده كوباية سكر، نخفقهم كويس مع بعض. ننزل بنص كوب زيت ونخفقهم برضو كويس، وبعدين كوب حليب ونخفقهم لمدة دقيقتين 3، وبعدين ننزل عليهم بكوب ونص دقيق ننخله كويس. اهم حاجة ان احنا ننخله. نضيف بقى رشة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونفضل نخفقهم بس على اقل سرعة خالص في المضرب. ناخد بقى من الخليط بتاعنا معلقتين ونحط عليه معلقة صغيرة من الكاكاو الخام ومعلقتين حليب ونقلبهم كويس. نركن الخليط بتاعنا الجميل ده هنحتاجه بعد كده. نجيب بقى صينية مقاس 30 في 40، ندهنها زيت خفيف، وبعدين نحط فيها ورقة زبدة وندهن برضو ورقة الزبدة بزيت خفيف. ننزل بخليط الكيك بتاعنا ونفرده بالشكل ده ونخبطه خبطتين 3 كده. اهم حاجة ما تنسوش نجيب خليط الكيك بالكاكاو اللي عملناه، نحطه في كيس تلاجة او كيس حلواني المتوفر عندكم، ونبدأ نعمل خطوط بالشكل ده بعصاية شيش طاووق بقى او خلة اسنان او اي حاجة لها بوز رفيع. نعمل خطوط بالشكل ده. ندخل الكيك بتاعنا فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة، واخر 5 دقايق نفتح الشواية عشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده. بعد ما يخرج من الفرن نسيب الكيك بتاعنا يبرد خالص، وبعدها نجيب كيس تلاجة نفتحه بالشكل ده ونقلب عليه الكيك. نشيل بقى ورق الزبدة بالراحة ونجيب سكينة حامية نقطع الكيك بتاعنا لنصين متساويين، نفرد على نص منهم اي نوع مربى متوفر عندنا، وبعدين نتني الطرفين على بعض وبسكينة حامية نقطع الأطراف، وبعد كده نقطع الكيك بتاعنا لنصين وبعدين لقطع متساوية بالشكل ده. شايفين الجمال ده؟ بجد خرافة، مش قادرة اوصف لكم، لازم تجربوه بنفسكم. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم بجد، لازم تجربوها. يلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا على قلوبكم مقدمة.